مسا مسا على الحلوين، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم ان شاء الله. يلا كده بينا بقى هنعمل احلى حاجة حلوة تعمليها في السنة الجديدة بقى. ما انتيش عارفة هي جاتو ولا هي بسكوت بالشوكليت ولا هي ايه بالظبط. زي ما انتي شايفة كده بقى معانا البسكوت اللي انتي شايفاه ده كده، اي نوع من الانواع اللي انتي بتحبيها. انا جبت الانواع اللي انتي شايفاها. اهم حاجة يكون بسكوت سادة كده وطعمه تحبيه، عشان طبعا هو اساس الطعم ده في الوصفة اللي هو طعم البسكوت. انا جبت بسكوت غندور والبسكوت التاني ده، دول اكتر نوعين انا بحبهم. المهم يعني يكون معاكي 350 جرام من البسكوت زي ما انت شايفه كده، وتبداي بقى تكسريه باي طريقه بقى عندك. ممكن تدقي عليه كده بالهون، باي مدقه عندك. في الكبه انا عملته في الكبه عشان ايه؟ يعني حبيت اخلص واجيب من الاخر بقى، مش لسه هقعد اعمله في الهون والحاجات دي بياخد وقت معايا. وعايزه اخلص الوصفه بتاعتي. وطبعا اهم حاجه يكون الملمس بتاعه رملي كده وما فيهوش اي قطع. زي ما انت شايفه كده هبدا دلوقتي ان انا اعمله في الكبه واوريهولك. بصي اهو، انا عايزاه بالملمس اللي انت شايفاه ده كده، الملمس الرملي الجميل ده. هطحن كل الكميه معاكي. لو وصلتي لغاية هنا ما تنسيش تحطي اللايك والكومنتس الحلو الجميل التشجيعي ده اللي انتي بتحفزيني بيه ان انا اكمل فيديوهات. ولو عندك اي اقتراحات للقناة او وصفات جديدة يا ريت تكتبها لي برضو، عشان ده بيساعدني جدا. وبيساعدني جدا ان انتي تكتبي لي بتشاهديني من انهي بلد. حطيت عليه بقى البسكوت بعد ما فرمته، معلقتين 3 كده من السكر البودر، و3 معالق من الكاكاو الخام الدارك. لو انت عارفة ان البسكوت بتاعك السكر بتاعه مظبوط وحلو ما تزوديش سكر بودر، لكن انا حاسة ان السكر بتاعي مش مسكر قوي، سوري البسكوت بتاعي مش مسكر قوي، فزودت معلقتين 3 سكر بودر. وهنا هنزل بربع كوباية من الزبدة، وهبدأ بقى ان انا ادخل الزبدة، يعني اخلط كل المقادير دي مع بعض وادخل الزبده. البسكوت يتشربها كله بحيث يكون الملمس رملي، وتكون كل حبات البسكوت دي اتشربت من الزبده اللي انا حطيتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. اعملي الوصفة دي يا جماعة بجد هتعجبكم جدا، جميلة جميلة، وهتبهرك في الاخر بالطعم اللي هيطلع والشكل اللي هيطلع. صدقيني مش هتبطلي تعمليها. اهو بصي هنا دمجت بقى كل المكونات اللي انا حطيتها مع بعض كده. دي خطوة مهمة جدا زي ما قلت لك، ان انت تغلفي كل البسكوت بالزبدة اللي انت شايفاه، بالزبدة اللي احنا نزلناها. وزي ما انت شايفة هنا بقى دي كده نص كوباية من اللبن، الحليب يعني نزلته على الخليط بتاعي. وهبدأ بقى ان انا اعجنها مع بعض لغايه ما تعمل لي عجينه متماسكه، ما فيهاش اي تشققات ولا اي فتحات، عشان تضمني ان هي تطلع ناجحه معاكي، وان هي تطلع يعني تتقطع كده بسهوله، ما تبقاش ناقصه اي مكون من المكونات اللي انا قلت لك عليها. اهو بالشكل ده كده اعجنيها كويس جدا بحيث كل المكونات تتداخل مع بعض. اهو بصي انا بوريها لك ان هي ما بتشققش ولا اي حاجه. عايزه اقول لك طعمها روعه روعه جميله جدا. ودلوقتي زي ما بوريكي كده يعتبر الوصفه، يعني عايزه اقول لك شبه خلصت معانا، ما فيهاش اي حاجه، هي بجد سهله سهله. ويا ريت تقومي تنفذيها دلوقتي وتجيبي مكوناتها، ومكوناتها مش مكلفه خالص. زي ما انت شايفه كده بقى هجيب ورق الزبده بتاعي، ولو عندك استرتش عايزه تحطيه في ورق الزبده قبل ما تلفيها، وهعملها بشكل بونبوني كده، بونبونايه كده، وابرمها من الجناب عشان اطلعها رول كده اما اجي اقطعها تبقى سهله في التقطيع. اهو زي ما انت شايفه كده بدخل كل المكونات بتاعتها كده، وحطيتها في ورقه زبده تانية، وعملتها ايه زي بونبونايه كبيره كده، وبرمتها من الجنبين. وهسيبها بقى في التلاجة ساعتين 3 على حسب كده يعني ما تجمد. انا سبتها ساعتين لان طبعا الجو برد وانا دخلتها التلاجة. فحلوه قوي يعني المده دي. هفتحها بقى معاكم. بصي هي عامله رول ازاي. وطبعا انا ما دهنتش ورق الزبده حاجه، بس الماده الدهنيه اللي هي الزبده طبعا طلعت فيه بالشكل اللي انت شايفاها ده. هبدا بقى ان انا اقطعها رولات كده، وهقطع الجناب دي. وطبعا ما فيش حاجه بتترمي معانا خالص، كله بيتاكل. انا قطعتها بالسكينه دي، حسيت ان هي لا هتفرفتها مني، فروحت جبت سكينه تانية وعملتها بيها. اهو بالشكل اللي انت هتشوفيه معايا ده كده. قطعيها قطع متساويه، لا هي رفيعه خالص ولا تخينه، يعني حاجه كده ايه متوسطه، عشان تطلع تعرفي تمسكي القطعه كده ايه وما تهدرش معاكي. اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده.
عايزة اقول لك كمان هي من ميزاتها ان هي يعني القطعة الواحدة بتكفي جنب بقى كوباية النسكافيه بتاعتك، جنب كوباية القهوة، لان هي برضو ايه تعتبر تقيلة سنة، ما هياش خفيفة. اهي بصي الرولات حلوة ازاي، جميلة جميلة جدا بجد. بصي اكنك بتاكلي جاتوه، هي طعمها بالظبط زي الجاتوه. اهم حاجه في الوصفه دي ان الثلاث مكونات الاساسيين اللي انت حطاهم تكوني ضامنه ان طعمهم حلو جدا، اللي هم ايه؟ اللي هم البسكوت والزبده والكاكاو الخام، اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. هقطعها كلها بقى، وبعد كده هجيب بقى عندي بار الشوكولاتة. انا بحب استعمل شوكولاتة كرونا. هجيب بار الشوكولاتة واسيحه في الميكرويف او على حمام مية سخنة. اهو حطيته في المج ده كده، المج ده بتاع ميكي ماوس، انا بحبه قوي يا جماعة. اهو دي افضل نوع شوكولاته خام انا بحبها، وسعرها جميل، ويعني بجد هتعجبك جدا. في منها بقى اللي باللبن، في منها الدارك، يعني الدارك فيه نوعين، جميله جميله جدا بجد. وعايزه اقول لك الشوكولاته الدارك دي اصلا يعني اكلها صحي. اهو هبدأ كده اكسر نص البار واحطه في الميكروويف يسيح معايا، وابدأ ان انا اغطس كل قطعة كده واحط عليها بقى في المرسيل من فوق، وبس كده الوصفة تعتبر ايه انتهت معانا، زي ما انت هتشوفي معايا كده. معلش يا جماعة انا بعتذر على صوتي. انتوا عارفين بقى طول النهار بقى من الكلام وذاكروا لا ما تذاكروش لا مش عارفة ايه لا ايه، فالواحد صوته راح خالص صراحة. اهو زي ما انت شايفه كده طلعتها من الميكرويف. هبدا بقى ان انا اغطس كل قطعه كده فيها، وهتشوفيها دلوقتي بالشكل الجميل اللي هتشوفيها معايا بقى. والله عليها بقى جنب فنجان قهوه ساده، اوعى وشك. اهو بصي بقى الشكل تحفه جميله جدا. بس هي بقى زهقتني صراحه في ان هي تقف ثابته كده، كل شويه تقع. اهو بصي بقى الجمال ده، بجد طلع طعمها جميل يا جماعه جدا جدا، لازم تجربوها. بتبقي محتارة مش عارفة تعملي حاجة حلوة ايه، فيعني الواحد بيحب يجرب كده ويغير، وهي كلها حاجات جميلة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميلة التشجيعية بتاعتك. اتمنى التوفيق للجميع، دمتم بخير ودمتم موفقين، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.